العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة شباب. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيفي وصديقي أنس بيان. أهلا وسهلا أنس. حياك الله عبد الرحمن وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. كما نذكركم مشاهدينا الكرام نحن في صدد استقبال اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شاكر لك أخ أنس. إلى أول فقرات هذا البرنامج مستمعينا في كل مكان ومشاهدينا الأعزاء وجلسة سمر. طيب في البداية عبد الرحمن دعنا اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا من مواضيع الشباب التي حتى لو تكلمنا عنها كثيرا وتطرقنا لها كثيرا في أكثر من حلقات فهي يعني أكثر ما يعيشها الشاب ويعيشها المجتمع. يعيشها الشاب ويعيشها المجتمع فيما بينهم. خلينا نبدأ اليوم بطريقة مختلفة، وهي لو قلنا لك يا عبد الرحمن وسألناك ما هي الأخلاق؟ جميل. فماذا تقول؟ كما هو معروف الأخلاق هي مجموعة قيم يؤمن بها الإنسان وهي موجودة في داخله أصلا. لكن السؤال الحقيقي ما هي أصل هذه الأخلاق؟ نعم. حين عرفنا أن الأخلاق مجموعة قيم، ما هي أصلها؟ نرجع ونقول كما هو وارد أن الأخلاق مرجعها الدين الإسلامي أو الدين عند المرء. أي منظومة الأخلاق دائما ما تكون ناتجة عن الديانات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث كما هو معروف ليتمم مكارم الأخلاق، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل جاء ليتمم، معنى هذا أن الرسل من قبله جاءوا كلهم برسالات أخلاقية دينية. فنقول هنا أن الأخلاق هي مجموعة قيم، وأن القيم هذه والأخلاق بشكل عام مصيرها أو أصلها الديانات بشكل عام. جميل. يعني يمدينا نقول كذا باختصار أن الأخلاق هي مجموعة قيم ناتجة عن ديانة المرء. نعم. لأن طيب لو قلنا أن الأخلاق هي جزء من تكوين الإنسان، يعني أنا في وجهة نظري الشخصية أن الأخلاق هي الركيزة الأساسية في تكوين الإنسان، وأن يعني الإنسان لا يزال يتعامل مع البشر، الإنسان في يومه نعم أو في حياته يتعامل مع البشر، مع مختلف الديانات، مع مختلف الأعمار، مع مختلف العقول، ولا يزال الشيء الأساسي في التعامل معه هو الأخلاق. نعم. فالأخلاق إذا صحت المعاملات. نعم. وصح كل شيء مع جميع التعاملات وجميع. نعم. الأعمار. نعم. نعم. وباب الأخلاق في هذا واسع جدا، وحاجة المرء إليه كثيرة ودقيقة في كل تعامل من تعاملاته في هذه الدنيا. يعني مثلا لو أنت في السوق وفي قضية بيع وشراء وقضية أموال ما أموال، تحتاج أنك تكون صادق، تحتاج أنك تكون أمين، وهذه أخلاق. مثلا في تعاملك مع الأبناء أو الأخوان تحتاج أنك تكون عطوف ولين على من هم أصغر منك، تحتاج أنك تكون محترم ومقدر من هم أكبر منك، وهذه أيضا أخلاق. في قضية التعاملات الأسرية، التعاملات الزوجية، في قضية التعاملات أيضا مع الأصدقاء وعموم الناس، كل هذه تحتاج فيها إلى أخلاق. نعم. أيا كان الخلق وأيا كان موضوعه، لكن في النهاية أنك في حاجة ماسة إليه. نعم. يعني نقدر نقول كذا أن الأخلاق هي الأساس في تعاملك مع البشر، ولها عوائد جميلة. لو تلاحظ يا أخي عبد الرحمن أن الإنسان الخلوق يكون محبوب جدا بين أصحابه وبين أصحابه أيضا في العمل وبين أخوانه، لأن اللي ميزه بينه وبين أصحابه وأصدقائه هو حسن خلقه.
نعم. فذلك ماذا قال الشاعر؟ قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. نعم. فالإنسان خلقه دائما مرتفع، تلقاه محبوب وأنت أصلا تميل له وتحب مجالسته وتحب الجلوس معه والأخذ والعطاء معه، والعكس كذلك لمن هو أخلاقه ذميمة. نعم. تلقاه غير محبوب لدى الناس، والناس تستنفر منه إذا صحت العبارة. تلقاه ما إذا جلس وسط الناس لا يقول لك هذا بالله خلينا بعيدين عنه، أخلاقه غير جيدة، فتلقاه الناس كلها تبتعد عنه. فذاك الأخلاق إذا كانت عندك وقومتها تلقاك أنت محبوب لدى الناس، والناس تطالب أنها تجلس معك، وتلقاها تجي من أماكن بعيدة. نعم. من أجل أنها تجلس معك وتوسع صدرها معك. نعم. ذكرت أن الأخلاق أصل في الإنسان، لكن أنا أقول هنا أيضا أن الأصل المتأصل في الأخلاق هي تكوين الإنسان لذاته. يعني تعاملاتك مع الناس وتعاملاتك مع من هم خارج إطار جسدك، خارج إطار نفسك، تبدأ من إيش؟ تبدأ من أخلاقك. أخلاقك تبدأ من إيش؟ تبدأ من تكوينك لذاتك. متى يبدأ الإنسان بتكوين ذاته؟ يبدأ يعني منذ أن يولد، يبدأ ينشأ عنده معتقدات، تنشأ عنده أفكار، تنشأ عنده أمور أخرى. لذلك نقول هنا إذا صح تكوينك لذاتك صحت أخلاقك، وإذا صحت أخلاقك صحت تعاملاتك مع الناس بشكل عام. نعم. أيضا الأمور هذه تشوب على الإنسان في هذه يعني شوائب كثيرة. كان يكون فيه مثلا عقدة نقص ناتجة من المجتمع أو البيئة المحاطة، من مثلا كثرة التنمر والأسباب الكثيرة. ويعني دعني أقول هذه في وجهة نظري تأتي غالبا من كما ذكرت من التعرض للكثرة من التنمر. وطبعا الأسباب هذه يا عبد الرحمن كثيرة جدا، لكن لابد الإنسان أن يبدأ يحصي نفسه ويجلس مع نفسه عندما يشعر أن هذا الأمر بدأ يأتيه من أكثر من أشخاص. يبدأ يجلس مع نفسه ويبحث في الأمر، لعل يجد حل لهذه العقدة أو حل لهذه النقص الذي في داخله. فذاك مو من المعقول أن الإنسان تأتيه المشكلة هذه من أكثر من شخص ولا تكون فيه. نعم. لابد أنه يجلس مع نفسه، يبدأ يشوف حلول، يقرأ، يبدأ يطور هذا النقص إلى ازدياد. بدل ما كان عنده نقص في نفسه يكون هذا مصدر قوته ويبدأ ينميه في نفسه. نعم. هذا لن يأتي إلا بعد الجلوس مع نفسك والقراءة في العقدة التي تنقصك وما إلى ذلك. نعم. نعم. الجلوس مع النفس، المواجهة هي الحل. الهرب دائما يكون حل الجبناء. نعم. الجلوس مع النفس، يعني أنا مثلا أعطيك على سبيل المثال، أمامك عقدة، أمامك حبل مربوط، هل بتقعد تغمض عينك وتبدأ تفكها أو تستخدم طرق أخرى؟ لا، بالمنطق والعقل أنك بتقعد وبتركز فيها وتحاول تفك العقدة. كذلك هي مشاكلنا مع أنفسنا. الهرب أو تغميض العين أو عدم مواجهة المشكلة ما راح يحلها أبدا، بل بالعكس، قف مع مشاكلك، واجهها. هذا يعني أنا أعتقد أنها أهم أسباب تطوير الذات أو تكوينها، المواجهة في كل مشكلة وفي كل خلل. عندنا أيضا من المشاكل اللي قد تواجه المرء مع نفسه عدم التصالح مع الذات. يعني إذا أنك تجد الإنسان دائما في صدام حاد مع نفسه، يجلدها وينتقدها ويعيش في صراع دائم معها، وهذا يعني أنا أعتقد أنه مشكلة كبيرة. ما رأيك في هذا؟ نعم. التصالح مع الذات هو ترى أمر مهم. التصالح مع الذات يبعث في النفس سلام داخلي. نعم. فذاك تلقى كما ذكرت أن الإنسان إذا شاف فيه عقدة نفس يبدأ يتهرب، يقول لك لا أنا ما فيني هذا الشيء، أنا ما أدري إيش. هذا الأمر لا يبعث في داخلك سلام داخلي، فتلقى دائما متوتر وكئيب وما إلى ذلك. فسبحان الله التصالح مع الذات أمر مهم جدا. وهذا عبد الرحمن يكون مفيد جدا، أن الإنسان يقدر أنه يفك العقد هذه ويبدأ يجد حلول لها، ويقدر يعني الإنسان أنه يطور منها. وبالعكس هذا يساعد نفسه كثيرا. ويعني في رأيي الشخصي قد يعد التصالح مع الذات مذموم. كيف؟ أن التصالح مع الذات قد يكون مذموم
اذا كان انت لا تستطيع انك تطع، يعني تكون في الخارج مهموم وما الى ذلك، ولا تستطيع ان تسمع كلام الناس، فانت كيف اصلا تبغى الانسان يكون له صلاح بينه وبين نفسه؟ نعم. واللي ومن هذا أيضا ليس من الضروري أن يكون تصالحك مع ذاتك أنك تسوي كل شيء صح. نعم. يعني مثلا ممكن أنك تسوي، يعني أقصد من ناحية المشاعر، الزعل والغضب ومثل هذه الأمور، يعني قد ما يسويها الإنسان لأنه يشوف أنها خطأ. لا، من التصالح مع الذات أنك في لحظة الغضب تغضب، في لحظة يعني غضب محمود طبعا، في نعم. لحظة الزعل تزعل. مش لازم كل شيء تسويه يكون صح عشان تكون متصالح مع ذاتك أبدا. بالعكس، انك تعيش اللحظة بحذافيرها، وانك تترجم المشاعر الى انفعالات او الى هذا ايضا من التصالح مع الذات، التصالح المحمود. ولا ارى فيه يعني خلل، لان كثير من الناس يعتقد ان المشي في الطريق الصواب هو التصالح مع الذات، في افعالي، في افكاري، في معتقداتي، في كل شيء. فانا اقول لك خطأ. التصالح مع الذات انك اي شيء تسويه او اي شيء مجبر عليه او اي شيء انت فيه خلاص تتعايش معه، بعدين عاد تشوف كيف تقوم هذا الخطأ، كيف تعدل هذا النقص، كيف يعني تتجاوز هذه المشكلة. وهذا كله أيضا أشوفه من التصالح مع الذات. ايضا الحياه يعني ما تستحق من كل هذا العناء. يعني خليك هادي على قولتهم. خليك هادي واستمتع بحياتك، ولا تقارن ذاتك بغيرها. انه اكثر ما يسبب عدم السلام الداخلي هو انك تقارن ذاتك بغيرها، لان غالبا المقارنات لا تكون عادله. ولو تلاحظ الابناء اذا تمت مقارنتهم مع اصدقائهم او زملائهم يزعلون وينزعجون، واشبه ما يكون ان المقارنه تبدا تسوي عداوه بينك وبين الطرف الاخر. فمن باب اولى انك لا تقارن نفسك بغيرها، ويعني اسمه بذاتك على قولتهم. نعم. المقارنات مزعجة كثيرا على جميع الأصعدة، بينك وبين أصدقائك، بينك وبين أقاربك وأبناء عمومتك أو أيا يكن. لا تكون عادلة كما ذكرت، وهي أصلا مزعجة يعني نقدر نقول أنها تثبط من عزيمة الإنسان. فهمت علي؟ نعم. فلذلك جعلت مذمومة. خلني أذكر لك نقطة أخرى من أهم ركائز تكوين الإنسان لذاته في نظري: القناعة التامة والرضا عن النفس. كما ذكرت، السلام الداخلي. إذا صرت أنت يا أيها الإنسان قنوع وراضي بشخصيتك بعيوبها ومشاكلها وأخطائها، هنا أنت تبدأ تصعد إلى مرحلة أسمى من مراحل البشر. نعم. تصعد إلى مرحلة أسمى. يقول المقنع الكندي في هذا: ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. ذكر هنا أن من أخلاق الكبار ومن أخلاق العظماء أنهم لا يحملون الأحقاد القديمة الناتجة عن مشاكل أو عن أي شيء. فذلك تصالحك مع ذاتك، سلامك الداخلي، رضاك وقناعتك الداخلية أهم أسباب تطوير النفس. عدم السخط، مثل ما يقولون التحلطم، عدم التضجر، هذه كلها من الأمور اللي تسمو بها بنفسك. لأن كل هذا إذا أصبح ظاهر لديك، أقصد التضجر والسخط، وهذا غير عندك من قناعاتك حتى وإن كانت متأصلة في داخلك. ولعلنا أنس نقف عند هذا لضيق الوقت، وننتقل وإياكم مستمعين في كل مكان إلى الفقرة القادمة وحول العالم. طيب، عودا على بدء. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أم الدنيا ومهد الحضارات مصر، وتشعبنا فيها كثيرا، وذكرنا من معالمها الشهيرة مثل جامع الأزهر اللي هو مهد الثقافة وبداية الجامعات والتعليم في مصر منذ قديم الأزل. وأيضا ذكرنا نهر النيل، ونقدر نقول أن نهر النيل منبع الاقتصاد ومأكل ومشرب كل دولة يمر بها هذا النهر، وله شأن عظيم عندهم كلهم. وتحدثنا أيضا عن الأهرامات وكيف أنها صرح معماري تاريخي عظيم بناه الفراعنة ولا زال قائم منذ تلك العصور. نعم. وإضافة على ذلك تحدثنا أيضا عن أهم مدنها، وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة وغيرها. وطبعا مما لا يخفى على العاقل أن مصر هي بحر واسع لا ينفذ الحديث فيها. طيب عبد الرحمن، خلني أدخل معك اليوم في دولة، وهي دولة عريقة جدا لدرجة أن المؤرخين
لم يحددوا حتى الآن تاريخ فعلي لبداية هذه الدولة، فهي تعتبر من أقدم مراكز الحضارة في العالم القديمة. نعم. إذا اليمن هي محور حديثنا لهذا اليوم، وهي الواقعة جنوب المملكة العربية السعودية، وتحدها من الشرق دولة عمان، ومن المغرب مضيق هرمز الرابط بين البحر الأحمر وبحر العرب، واللي يعد جزء من محيط الهندي. طيب، للعودة في تاريخ اليمن أخي عبد الرحمن، هو كما ذكرنا تاريخ عريق جدا، وأن قصة سبأ مذكورة في القرآن كانت قبل 2500 سنة، لما تفقد سليمان عليه السلام جيوشه ولم يجد الهدهد، فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأتينه بسلطان مبين، فجاءه الهدهد وذكر له ما ذكر مما رأى من ملك عظيم في سبأ، مما رأى ملك عظيم في سبأ لبلقيس، وقال أنهم يعبدون الشمس من دون الله، فدعاها سليمان عليه السلام إلى الإسلام فأسلمت. والقصة طبعا طويلة جدا. نعم، المقصد منها أن اليمن دولة تاريخية عريقة. نعم. وهي موجودة منذ آلاف السنين، إذا كما ذكرت يا أنس أنها ذكرت في القرآن في قصة سليمان عليه السلام، وهذا قديم جدا. وقد وجد من النقوش في اليمن ما كشف النقاب عن تاريخ اليمن القديم العائد إلى أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد. ومن أهم وأشهر ممالك اليمن قديما هي مملكة سبأ ومعين وقتبان وحضرموت وحمير. نعم. وفي الأدبيات العربية اختلف اللسانيون وأهل الأخبار في تحديد معنى اليمن. نعم. وهي بالمناسبة لها عدة نظريات بخصوص ذلك، فقيل أنها مشتق من اليمن، واليمن هو يعني البركة، وهو نقيض الشؤم. وقيل كذلك أنه سمي باليمين لأنه يمين الكعبة، وأيضا بسبب أن الجغرافيون المسلمون اعتبروا مكة نقطة استشراف في مخيلتهم، وقيل سمي نسبة إلى يمن بن قحطان، وقالوا أن قحطان أبو اليمن، وقالوا كذلك أن قحطان هذا نفسه اسمه يمن. نعم. نعم. أما بالنسبة للتعليم في اليمن فهم عندهم 9 سنوات بدائية يتعلم فيها الطفل منذ أن ينشأ، ويتخرج منها وينال الطالب الشهادة المتوسطة باجتيازها. يدرس فيها الطالب ل9 سنوات كما ذكرنا، ثم يتمكن من الوصول إلى المرحلة الثانية من التعليم، وهي 3 سنوات، وكما تسمى المرحلة الثانوية. نعم. وبعد ذلك بعد هذه ال9 سنوات ينتقل إلى المرحلة الجامعية، والجامعات في اليمن كثير، في أكثر من 20 جامعة، ويستطيع أن يختار في هذه المرحلة قبل أن يدخل إلى الجامعة تخصص أدبي أو علمي. نعم. طيب عبد الرحمن، هناك يعني عوامل تعيق استكمال الدراسة في اليمن، وهي للأسف أصبحت منتشرة في بلاد الإسلام، مثل تشتت السكان وتناثرهم في تجمعات متبعدة، نقص القدرة اللازمة لتقديم خدمات التعليم بكفاءة، وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، وهذا كثير صراحة وظاهر. نعم. وهي العوامل الرئيسية التي تمنع الأطفال من الالتحاق بالدراسة بسبب ضيق المعيشة. نعم. تلقى أن الابن الصغير يبدأ الأب يدخل سوق العمل ويخليه يشتغل ويخليه يلهو عن دراسته بسبب ظروف الحياة. نعم. فهذه من أكبر المعوقات في استكمال الطالب لدراسته. نعم. وهذا نجده أيضا في أكثر من دولة، وليس في اليمن فقط، نجدها في بغداد، في نجد، في كثير من الدول. قضية تقديم الحياة الاقتصادية أو الحياة المعيشية الاجتماعية على الدراسة، فيروح ضحية هذا الأطفال. طيب، ننتقل إلى جزء آخر من أبرز ما هو موجود في اليمن، المحاصيل الزراعية، لأنهم اشتهروا بزراعة الدخن والذرة والقمح والمانجو والموز والبطيخ وحمضيات مثل البرتقال والليمون والكمثرى والتفاح والعنب والخوخ، وأيضا البن، واشتهرت اليمن بالبن كثيرا، وذكر هذا كثير من أشعار العرب استدلالا بها. ذكروا أنها كانت تضرب أكباد الإبل إلى اليمن ليأخذون قهوتهم أو ليستمتعوا بها. نعم.
وأيضا ننتقل إلى الشق الآخر وهو التعداد السكاني في اليمن. نعم. تجاوز 26 مليون نسمة. نعم. ومعظم اليمنيين ينتمون للقبائل المختلفة، وهم حضر يعيشون في قرى متناثرة بأرجاء البلد، وتوجد قبائل بدوية، وهناك يمنيون من أصول مختلفة. نعم. تركية وفارسية وإفريقية وهندية وأصول أخرى. ونسبة المسلمون في اليمن هي تقريبا 99% من الشعب، يعني نقدر نقول كلهم مسلمين، وهي طبعا منقسمة إلى قسمين: الشافعية والزيدية. نعم. في عام 2017 قدرت أعداد اليمنيين اليهود في نعم. اليمن إلى 50 شخص، وكلهم هاجروا وتركوا اليمن إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة، وهم أقلية غير مسلمة. طبعا إذا قلنا أن 99% من سكان اليمن هم مسلمين، فعدد اليهود زي ما ذكرنا 50 شخص. نعم. من اليمناء القدام، أقلية غير مسلمة. وجودهم قديم للغاية ويعود للقرون الأولى بعد الميلاد. هؤلاء اليهود اليمنيين كان معظمهم يعمل في صياغة الذهب وصناعة الخناجر اليمنية، ولهم ثقافة مختلفة عن ثقافة اليمنيين بحكم ديانتهم بلا شك. نعم. إذن اليمن الدولة العربية الأصيلة وصاحبة التاريخ العريق، ومن ضمن مناطقها صنعاء والملكة وعدن وإب، هي مدنها الأبرز والأشهر على مر العصور. ولعلي أذكر أخي عبد الرحمن بعض من معالم الدولة العظيمة أو المدينة، وهي صنعاء القديمة. نعم. ويقصد بها المدينة المسورة، وكان لها بالمناسبة 7 أبواب، لم يبقى منها إلا باب اليمن، وهي أحد تلك المدن القديمة باستمرار، يعني تقريبا من القرن الخامس قبل الميلاد. نعم. على الأقل أصبحت عاصمة مؤقتة لمملكة سبأ في القرن الأول من الميلاد. نعم. وتحولت المدينة إلى مركز هام من مراكز اليمن لنشر الإسلام وتوعية المسلمين بدينهم، فحافظت على تراث ديني وسياسي عريق يتجلى في 106 مساجد موجودة في هذه المدينة، وحوالي 6500 منزل تعود إلى ما قبل القرن 11. أما المساكن البرجية المتعددة الطبقات فهي مصدر الجمال وأجمل ما يميز هذا المكان. نعم. وأيضا في عرش بلقيس قد تقدم عندما ذكر قصته، وهو معبد برون يعد الموقع الأثري الأشهر بين آثار اليمن، ويقع على بعد 1400 متر إلى الشمال الغربي. ويبدو أن المعبد مكون من وحدة معمارية متناسقة جدا. نعم. يتقابل فيها المدخل الرئيسي والساحة مع المدرج العالي بشكل يوحي يعني بجمالها وروعتها وعظمة هذا الإنجاز. نعم. جميل. أيضا عندهم القصر الكثيري أو الكثيري كما تنطق، وهو كان أصلا في البداية بني للدفاعات المدنية عن المدينة، ثم بعد ذلك تحول إلى قصر رئاسي لحكام هذه المدينة. القصر يعود بناؤه إلى أواخر القرن السادس عشر ميلادي، ارتفاعه تقريبا 34 متر ويضم 90 غرفة، يدلك هذا على وسع وعلى كبر في المكان، ويستخدم جزء منها الآن بمثابة متحف أثري لتاريخ حضرموت، فضلا عن مكتبة عامة. طيب هذه لو قلنا أن هي المعلومات العامة أو ما ذكرناها عن اليمن، أعطيني رأيك في الشعب اليمني تحديدا يا أنس. والله الشعب اليمني من ألطف وأجمل الشعوب. نعم. اللي ممكن تتعامل معهم. صراحة أنا ما تعاملت مع الإخوة اليمنيين إلا وجدت أنهم صادقين ومخلصين وأمينين جدا، وصراحة يعني تلقاهم محبوبين، حتى لهجتهم تلقاها جميلة. نعم. وفيهم من الكرم يعني ما الله به عجيب. وهذه طبعا لأنهم عرب في النهاية، وأخلاق العرب تحتم عليهم أنهم يكونوا أصحاب كرم. نعم. وأصحاب أخلاق رفيعة. لكن خلني أقول لك أيضا مما يميز الشعب اليمني أنهم ما شاء الله أصحاب صنعة. ما تجد في أي مجال في هذه الدنيا إلا ما تجد أي مجال إلا تجد فيه رجل يمني. نعم. ومتقن، يعني ما تلقاه هاوي أو مبتدئ، لا فعلا تلقاه
متقن ما شاء الله، أتقنوا كل شيء وصاروا منتشرين أيضا. وبالمناسبة علاقتهم مع الهند علاقة وطيدة وقديمة، يعني كانوا من زمان يذهبون إلى الهند للدراسة ويذهبون فيها إلى التجارة، ومذكور هذا أيضا في أشعارهم، وإن كان الموطن غير الموطن ولا كان ذكرتها لك، لكن علاقتهم مع اليمن وطيد مع الهند وطيدة. وهذا أيضا أنتج عندهم أنهم صاروا أصحاب رقة وأصحاب، يعني أصلا هم ما شاء الله دولة اليمن كما هو معروف دولة جبال وخضار، وكذلك انتقالهم إلى الهند زاد عندهم الجماليات وزادت عندهم هذا. سبحان من ميزهم بالأصوات. نعم. تلقى أصواتهم سبحان الله القراء مثل الشيخ وديع اليمني والشيخ إدريس أبكر، سبحان الله هم من الأصول اليمنية. فتلقى سبحان الله كما ذكرت أن عندهم صنعة، وسبحان الله ربي ميزهم بالأصوات. نعم. لعلنا ننتقل إلى فاصل قصير مستمعينا ومشاهدينا، ونعود إليكم فابقوا معنا. وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسبائها طرا وخيرا أمنوا. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسبائها طرا وخيرا أمنوا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الأخيرة وسبورتس. طيب خليني أبدأ معك اليوم بداية مختلفة، والحديث عن آسيا وتحديدا الدوري السعودي، دوري محمد بن سلمان المحترفين. نعم. ما هي المستويات؟ كيف ترتيب الفرق؟ إيش نظرتك للدوري؟
والله الصدارة الآن إلى الفريق ضمك، نعم، ويليه الاتحاد، والمنافسة شرسة جدا هذا الموسم. يعني تجد أن الفرق متقاربة جدا في النقاط. مجرد أي فريق يخسر احتمال يكون من المرتبة الأولى ينزل السابعة. لكن وين الهلال عن الساحة إذا أنه كان متصدر في السنوات الماضية الدوري؟ والله أعتقد أن الهلال منشغل بشيء أكبر من الدوري السعودي، وهو دوري أبطال آسيا، وهو الآن يحضر لمباراة كبيرة أعتقد أنها في 28 نوفمبر. نعم. في ملعب مرسول بارك. عندهم نهائي كبير جدا، نهائي آسيا، واعتقد ان المدرب حاط كل اوراقه على هذا النهائي، فمخلي الدوري يعني زي ما تقول انه هو المرحله الثانيه، اذا ما جبت آسيا انا بجيب الدوري. وهذا ولا اقطع كلامك يا انس، من صفات المدربين بشكل عام. ما تلقى مدرب، لو مثلا تكلمنا عن بيب جوارديولا ولا سولشاير او مثل هذا المدربين او مورينهو او زيدان، ما تلقاه يركز على دوري الابطال ويركز على الدوري المحلي في نفس الوقت. نعم. تجده يصب تركيزه كله في فريق واحد، او عفوا في دوري واحد. فلذلك كان هذا داب الهلال. دامك فتحت موضوع آسيا، بدأنا نتكلم عن كبيرها وعميد النوادي عميد النوادي الاتحاد. مع الأسف الشديد طبعا تم رفض استئناف نادي الاتحاد في نسخة آسيا 2022، ويؤسفنا أن نقول أن آسيا هي من خسرت الاتحاد بحكم التاريخ العميق جدا، لأن الاتحاد حقق آسيا في أكثر من مرة ولقب بكبير آسيا. نعم. فمع احترام يظهر لي انها اخذها في موسمين متتاليين. اي نعم. متى كانت؟ في 2008 و2009. 2008 و2009. نعم. ما اعتقد انه حصل في تاريخ دوري ابطال اسيا ان ياخذها فريق مرتين عفوا في 2004 و2005 عفوا. نعم. ما يعني ما اعتقد، لكن احنا خوفنا ان الهلال باذن الله عز وجل يحققها في 2020، لكن إذا حققها سيكون في سنة فاصلة. أنه هو حققها، فلذلك أيضا تصبح الصدارة الاتحاد. طيب. نعم. الاتحاد الآن كما يظهر أمامي، الهلال في المركز الخامس ب16 نقطة، الاتحاد المركز الثاني ب20 نقطة. الاتحاد الموسم هذا كان يفوز بأهداف بأرقام عالية. هل المدرب تغير؟ هل في لاعبين جدد؟ والله الاتحاد بدأ بداية قوية، وهذه ما أرعبت المشجعين. أن البداية القوية خوفك هو الخوف، ما هو في البداية، الخوف في الاستمرارية. نعم. فبدينا نشوف ان الاتحاد بدأ يضرب بال5، بدأ يضرب بال4، بال3 مع الفرق الكبيرة في الديربي في الكلاسيكو. أصبح يفوز في مباريات كبيرة جدا، وأصبح الفريق يمتلك عناصر كبيرة جدا. أصبح المدرب الآن بدأ يستخدم لعيبة الأصل فيهم أنهم الدكة. نعم. ويعني ما أدري أنا المدرب كيف يتعامل مع اللعيبة. في بعض اللعيبة المفروض هم اللي ينزلون لك في الملعب، مثل عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود، هذا المفروض تلعب فيهم اساسيين. عندك الان انت مهاجم متعاقد معه يوسف نياكاتي، ليش حاطه انت دكه وتنزله دقيقه 70؟ انت قاعد تلعب رومارينيو مثلا في موقع ليس في موقعه، اللي هو قاعد تلعب راس حربه، هو يلعب ورا المهاجمين. لكن رومارينيو اثبت جدارته في راس الحربه. اي بس انت لو تحطه جناح ايمن ولا ترجعه في مكانه الطبيعي سيثبت جدارته اكثر واكثر. رومارينيو الان له 3 مباريات تقريبا مختفي، يسجل هدف او يصنع هدف. العاده انه في كل مباراه يسجل هدفين، يصنع هدف. يعني جمهور الاتحاد طموح جدا مع رومارينيو. طيب هذا بالنسبه للمهاجم. ماذا عن الجناح عبد العزيز البيشي؟ انا ممكن اقول لك ان فهد المولد اجدر واقدر واقدم في المركز، ليش تبغى تنزل شاب مكان فهد والله المولد؟ شوف، اذا كل ما ابتعدت العواطف عن الافرقه سنصبح في المقدمه. نعم. دام انك انت بتتعاطف مع اللاعب وهو لا يقدم مستويات جيده، لكنه تاريخ معك يا التاريخ ايش تبغى فيه اذا هو الان ما هو في فورمه. اذا مثلا انت تقول لي التاريخ، مثلا تقول لي اي لاعب كبير جدا لكنه في مستواه طايح، وانه هو مهمل نفسه ومهمل جسده، وتبغاني انزله في مباراه حاسمه ثم انا انهزم 3-0 وتقول لي ان هذا اللاعب والله هو التاريخ، هو هذا. طيب وش نبي في التاريخ؟ نبي لاعب زي عبد العزيز البيشي، هو يعني لاعب جيد جدا، افضل في هذا الوقت. اي نعم. طيب دعنا ننتقل الى الشق الاخر ودوري ابطال اوروبا. ماذا عن برشلونه عبد الرحمن؟
انتهت آخر مباراة لهم مع دينامو ب1-0 بشق الأنفس. نعم. برشلونة الآن أقيل مدربهم كومان الفترة الأخيرة بسبب نتائج كارثية حصل عليها هذا المدرب في في دوري الأبطال وفي الدوري أيضا، وخرج تقريبا بموسم صفري الموسم الماضي، فلذلك أقيل. الآن عندهم مدرب مؤقت. المدرب المؤقت هذا يعني دائما ما تكون في عالم كرة القدم المدربين المؤقتين ينفجرون معهم طاقات اللعيبة، لأنه هو أصلا اللاعب يبغى يوصل لك رسالة أني أنا اللي كان ظالمني المدرب اللي قبل، الآن جبت لي مدرب مؤقت، مدرب سيأتي بإذن الله بتنفجر معها الطاقة. فلذلك فازوا 1-0 أقدر أقول أنها بشق الأنفس. نعم. طيب الأخبار تداولت كثيرا عن وصول تشافي إلى برشلونة، لكن إدارة برشلونة طلبت منه أنها يتكفل بفسخ عقده. أي نعم، بفسخ عقده. نعم. نعم، أنا أعتقد أن هذا من هذا اللي قال لك شين وقوي عين. أي نعم. يعني الإدارة ما هي بلاقية مدرب أصلا تعتمد عليه، فيوم تجد مدرب مفروض أنها تتكفل به من ألف إلى ياء. نعم. لكن الإدارة قالت افسخ عقدك وتعال وبعدين وقتها نتفاهم أو كذا. طيب يعني تشافي له، يعني هل يدينا نقول أن تشافي برشلونة هو رفع تشافي وطلعه؟ فهذا أعتقد أن هذا رد من رد الديون. بتقدر تقول انه رد الديون، لكن ايضا انت تشافي ممكن يقول هذا الكلام، لكن النادي ما يقول هذا الكلام. النادي ما يقول لك افسخ عقدك وتعال. ايضا وجود تشافي الفتره هذه حسب كلام المحللين غير مناسب، لانك انت الان بتخسر اسطوره من اساطير برشلونه في التدريب مره اخرى. نعم. الان كان عندك بيب جوارديولا طلعك وطلع من الموسم، طلع من الفريق، طلعك اقصد يعني سمابك وداك فوق. نعم. ثم طلع. الان بتجيب تشافي والفريق منهار والمنظومة غير متكاملة والإدارة فاشلة بأتم معنى الكلمة، معناها فاشل إنه تشافي إنه بيفشل. لا ننجح. هو ليس رسول. نعم. منزل عشان يحط لك كل شيء بالملي، لكن لابد من أخطاء، لابد من هذا. طيب دعنا ننتقل إلى المباراة الأخرى ومباراة الكبار ليفربول وأتلتيكو مدريد. ماذا عن الملحمة الكروية هذه؟ والله ليفربول وأتلتيكو مدريد مباراة يعني جميلة، أنا شفتها صراحة واستمتعت بكل دقيقة فيها. انتهت 2-0 لصالح أتلتيكو مدريد. اللي أثر على المباراة بشكل كامل أو نقدر نقول قلب معطياتها كرت أحمر في الدقيقة 36 لفيليبي أوجست. بعدها سجل ساديو ماني وسجل جوتا هدفين، فانقلبت المباراة رأسا على عقب. وان كانت جميلة، دييغو سيميوني من أغلى المدربين في العالم، لعبوا دائما دفاعي ويعتمد على المرتدات، وليفربول عندهم أساطير من أساطير الكرة مثل محمد صلاح ولا يختلف في هذا عاقل، وساديو ماني وفيرمينو، وعندك أيضا في الدفاع جوميز. فلذلك نقول أنها انتهت بصورة يعني تليق بليفربول. نعم. طيب ماذا عن المباراة أيضا يونايتد وأتلانتا؟ يونايتد الكبير في نظري، جاهم كريستيانو رونالدو، تغيرت جميع المعطيات في الفريق. خسروا خسارة ساحقة يونايتد في الدوري من ليفربول 5-0، وكانت قاصمة، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير، لكنهم عادوا. وكريستيانو دائما شخصيته مختلفة في الأبطال، عادوا بنتيجة 2-2 في هذه المباراة. طيب دعنا نروح للكرة الذهبية عبد الرحمن. نعم. بدون تحيز وبدون ميول، أنت متابع لكرة القدم. نعم. في رأيك الشخصي من يستحقها؟ المنافسة الآن أصبحت بين ليفاندوسكي وجورجينهو حق تشيلسي وليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو هذه المرة خارج المنافسة. بس نعم. أنا ليونيل ميسي يعني الموسم هذا ما سوى شيء. هل نرجع لموضوع العواطف اللي مع فهد المولد؟ طيب أنا بعطيك قاعدة في ليونيل ميسي. اللاعب إذا كان في مستواه العالي ممتاز، يعني مثلا أعطيني ليفاندوسكي، إذا كان في مستواه العالي فميسي يفوقه بمراحل، فلما ميسي يتراجع يصير في مستوى عادي فهو أفضل من أفضل لاعب. لأنه في نظر أي واحد يفهم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي أساطير معجزات. فلذلك مستوى ميسي تراجع نعم، لكنه ما تراجع لدرجة أنه ما يحصل على كرة ذهبية، هو تراجع بالمستوى الأسطوري اللي عنده وأصبح لاعب عظيم. فلذلك أنت لازم تحطه في القائمة هو وليفاندوسكي. ليفاندوسكي صراحة أدى موسم أسطوري وتاريخي للموسم هذا.
أنت إيش رأيك؟ من تعتقد أنه المستحق في هذا؟ والله يا أخي أنا ذكرت في الحلقة القادمة وأعيد وأكرر أن أبو مكة محمد صلاح والله ظلم جدا في الكرة الذهبية. أنت قاعد تشوفه تألقه، يعني ليفربول ما يخرج مباراة إلا تلقى محمد صلاح مسجل فيها هدفين أو هدف. نعم. محمد صلاح صراحة وصل لمستوى أسطوري، لكن أيضا الكرة الذهبية فيها من التدخلات السياسية وفيها من الأمور اللي ما تحتم عليهم أنهم يعطونها للاعب عربي أو لاعب مسلم، فلذلك قد تكون صعبة عليه. ولا من ناحية الاستحقاق فمحمد صلاح مستحق صراحة الكرة الذهبية، خصوصا في الموسم هذا، وأيضا في موسم 19 يظهر لي، حين جاء من روما ولعب ضد روما في الأبطال وسجل هدفين تاريخية جدا وأسيستين أيضا في نفس المباراة. على العموم خلينا نرجع للدوري السعودي يا أنس. الاتحاد اليوم عندهم مباراة مع الفتح، توقعاتك؟ والله إلى الآن أنا ما استطلعت على النتيجة أو ما استطلعت على التشكيل عفوا، لكن اللاعب الأشخاص اللي تقول لي خبرة وما خبرة وما أدري إيش، فالاتحاد لن يحصل على 3 نقاط. والآن المحطة أصبحت صعبة والدوري بدأ يستصعب على الاتحاد، لأن زي ما ذكرت لك أن الفرق أصبحت متقاربة في النقاط، فأي مباراة قد تنزلك من المراكز الأولى إلى المراكز الأخيرة. فذلك أنا أقول للاتحاديين وأقول للعيبة أن لا يهمك الفريق تقول لي أن الفتح مثلا نادي متوسط أو ما إلى ذلك، تقول لي مدينة ألعب بجهدك، لأن أي 3 نقاط ستضيع منك أنت محسوبة لك في نهاية الدوري. نعم. طيب الحديث في هذا يطول أنس، لعلنا وصلنا وإياك ومستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم. شاكر لك هذا التقديم وهذا الحضور أنس. الله يجزاك خير عبد الرحمن، والشكر الموصول لمتابعينا الكرام لمتابعتهم هذه الحلقة. نعم. شاكرين لك. للحديث بقية مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في حلقات قادمة في نفس الموعد من كل أسبوع، فترقبونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا.